السلام عليكم، عاملين ايه؟ مش عايزين ننسى اخواتنا واهلنا في فلسطين. طول ما الحرب شغال عليهم، طول ما احنا هنفضل ندعمهم ونتكلم عليهم. صحيح اللي احنا بنعمله ده اضعف الايمان، ولكن كل واحد بيعمل اللي يقدر عليه وبيوصل صوته بالطريقة اللي يعرفها. في الفيديو ده هقول 10 حقائق ومعلومات لازم نكون عارفينهم عن فلسطين ونعرفهم لاولادنا. بس قبل ما اقول ال10 حقائق، يا ريت تدعموا المحتوى بلايك وشير، علشان احنا عارفين القيود اللي بتتفرض على المحتوى ده. رقم 1، فلسطين هي سكن معظم الأنبياء. سيدنا إبراهيم لما طرد من العراق هاجر لفلسطين. ربنا أمر سيدنا لوط إنه يروح فلسطين علشان ينجيه من العذاب اللي هينزل على القوم. سيدنا سليمان ولد في فلسطين وتوفى في فلسطين وحكم العالم من فلسطين. سيدنا داود عاش في فلسطين وتوفى في فلسطين. سيدنا عيسى ولد في فلسطين في بيت لحم. رقم 2، فلسطين هي أرض المحشر. احنا عارفين ان أرض المحشر في الدنيا هي بلاد الشام، ومن ضمنها فلسطين. رقم 3، الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى بكل الأنبياء والرسل ركعتين في بيت المقدس، وعرج به من بيت المقدس إلى السماء. رقم 4، بيت المقدس كان قبلة للمسلمين لمدة 14 سنة قبل ما يتم تحويل القبلة للكعبة. رقم 5، الصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة. 6، استشهد 5000 صحابي وقتل نبيين، سيدنا يحيى وسيدنا زكريا، وحاولوا قتل سيدنا عيسى في سبيل حماية بيت المقدس. و5000 صحابي بس من اللي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم، مش عدد المسلمين اللي استشهدوا وهم بيدافعوا عن المسجد الأقصى. رقم 7، المسجد الأقصى هو أكبر مساجد العالم، وهو تاني مسجد وضع على الأرض بعد المسجد الحرام، وبني بعد الكعبة ب40 سنة. رقم 8، هل تعلم بأن 5.5% من علماء الولايات المتحدة الأمريكية هم في الأصل فلسطينيين الجنسية والمولد؟ يبقى ما ينفعش بعد كده يجي حد يقول فلسطين ما تهمنيش والدفاع عن فلسطين مش واجبي. الدفاع عن فلسطين وعن القدس وعن بيت المقدس واجب ديني لكل مسلم. الناس اللي زعلانه وبتقول رجلنا جت في القضيه وهيعملوا لنا مشاكل، دول ناس للاسف محتاجين يراجعوا عقيدتهم ودينهم تاني. السلام عليكم.